أنا على طلبكم يا جميلاتي راح أتكلم عن أفضل ألوان فونديشن نارس، ولا تفكروا تجربوا غيرها بخصوص البشرات البيضاء والحنطية بدرجاتها. تمام. أول لون عندكم للبشرات البيضاء لون جوبي، جدا رائع، ضارب على بيج، حلو الجميع، يعني ألوان الأندرتون جدا فظيع صراحة. اللون الثاني بنجاب، وهو الأكثر مبيعا للبشرات الحنطية الفاتحة، وعندكم لون برشلونة للحنطية الوسط، وعندكم لون سترومبولي للحنطية الغامقة نوعا ما. الحلو في لون سترومبولي ضارب على صفار، فالبنات اللي يعانوا من بهتان بالفونديشن بخصوص البشرات الحنطية الغامقة هذا يعطيكم روح، وتحسي كذا يعني نفس البشرة فيها كذا معززة باللون الأصفر، فمرة حلوة. يعني باختصار تعطيكي روح يعني للفونديشن أو للبشرة بالأصح. فهذه الدرجات الأربعة لا تفكروا في غيرها، مرة مناسبة للبشرات البيضاء والحنطية بدرجاتها كلها. فعليا أي واحدة تروح تجربها، وأنا دائما أنصح فيها متدرباتي اللي حابين يكونوا ميك اب ارتست، وأي واحدة مو حابة تكون ميك اب ارتست أقول لها اللون اللي هي يعني تاخذه ويعجبها ويناسبها. وطبعا هذا الفونديشن فقط للمناسبات يا بنات، وطبعا يعني درجته من ميديوم إلى فل كفر، قابل للبناء. يعني انت تتحكمي بالتغطية اللي انت حابتها، ويعطيكي منظر مخمل ونظافة، وكل ما انت استخدمتيه الكل راح يسألك عنه. فهو من الأكثر الفونديشن الرائعة للعرايس وغير العرايس. راح أجربه معاكم عشان نشوف، عشان تتأكدوا. شوفوا، هو اللونين برشلونة وسترومبولي قريبين من بعض، بس سترومبولي ضارب على صفار أكثر، فعشان كذا أنا أحبه صراحة للحنطية الغامقة. لكن برشلونة أفتح بتكة، فأحبه للحنطية الوسط. شوفوا معايا اللونين، هذا برشلونة طيب، وهذا سترومبولي، هذا ضارب على صفار أكثر، هذا لا. فكلهم الاثنين يعني كويسين للحنطية الوسط والغامقة، يعني هم بصراحة متقاربين. لكن زي ما قلت لكم شوفوا كيف معايا هذا ضارب على صفار أكثر من هذا، فهذا يبين لك إنه هو غامق، بس لا، لما تحطيه على البشرة يطلع لك هذا أغمق لأنه ضارب على صفار أكثر. تمام. وبالآخر هم يعني يعتبروا قريبين من بعض. أنا ذكرت إنه أنت تقدري تستخدمي سترومبولي أو برشلونة، كلهم ألوانهم متقاربة، واحد ضارب على أصفر أكثر والثاني عادي يعني يعتبر. فسواء أنت حنطية وسط أو غامقة حتجربي اللون الأنسب لك وتستخدميه. تمام. ودوبنا يا رهف نتكلم عنه ونقول إنه الحجم الصغير هذا قلوي أكثر، يعني التغطية حقته أخف، فحسيته مناسب أكثر شيء يعني البشرات الجافة اللي ما فيها يعني كثير مشاكل. لكن هذا لكل أنواع البشرة، يعني هذا الحجم الكبير لكل أنواع البشرة، وهو أفضل شيء ترى، وللآن هو التوب يعني. أما الأنواع الثانية حلوة بس صراحة يعني هذا يغلب عليهم. هذا النوع يا جميلتي مناسب لكل أنواع البشرة. في عندك الصغير تغطيته أخف ومو كثير حبيته صراحة، وفي عندك اللي يجي كذا زي العصار، تغطيته أعلى وأعلى من هذا كمان، بس مناسب أكثر شيء للبشرات الدهنية صراحة، مش للجافة. لكن هذا لكل أنواع البشرة، إذا شفتيه نفس هذا الشكل خلاص خذيه على طول. تمام. لأنه في أشكال ثانية كل واحد حسب يعني مكتوب عليه حسب نوع البشرة أو التغطية حقته يعني تختلف. هذاك حسيته اللي أصغر منه يعني مرة التغطية حقته أخف. البنات اللي يحبوا التغطية ناعمة وكذا ممكن يناسبهم، لكن هذا صراحة قابل للبناء، وانت تتحكمي بالتغطية، تبغي عالية تبغي وسط حسب ما تحبي.